Bueno, desde que empezó esta competición, nosotros sabíamos que era ماذا قال الإعلام العالمي وميسي ومبابي ورونالدو وديمبلي ونيمار بعد تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا بعد فوزه الساحق على منتخب الكاميرون وكسر عقدة الكاميرون للأبد؟ ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وفخور بالمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وكتابة في التعليقات ديما مغرب، ولا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. في ليلة كروية ملتهبة أعلن المنتخب المغربي حضوره القوي وتأهله رسميا إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على الكاميرون، مؤكدا أنه أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ومعلنا أن كأس إفريقيا قد تبقى على أرض المغرب هذا العام، وأن أسود الأطلس عازمون على صناعة التاريخ أمام أعين القارة كلها بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين على حصد اللقب الذي طال انتظاره لسنوات. من ناحية أخرى، وفي مستهل حديثه بعد نهاية المباراة، فاجأ النجم الفرنسي كيليان مبابي الجميع بتصريحات للإذاعة الفرنسية وهو يتحدث من قلب ملعب المباراة بعد فوز المغرب على الكاميرون. وقال مبابي: جئت اليوم خصيصا إلى الملعب من أجل مؤازرة المنتخب المغربي، وقبل كل شيء من أجل صديقي وأخي أشرف حكيمي. وعدته أن أكون حاضرا، وما شاهدته الليلة كان شيئا رائعا بكل معنى الكلمة. وأضاف مبابي: الأجواء في الملعب كانت خيالية، جماهير، حماس، طاقة إيجابية لا تصدق. هذا ليس مجرد منتخب يلعب كرة قدم، هذا شعب كامل يدفع لاعبيه للفوز. المنتخب المغربي كان منظما، قويا ذهنيا، يعرف ماذا يريد، ولم يترك أي فرصة للشك منذ الدقائق الأولى. المغرب اليوم لا يلعب فقط من أجل الفوز بمباراة، بل يلعب بعقلية بطل، وتأهله إلى نصف النهائي على أرضه دليل واضح على القوة والشخصية. بصراحة وأنا أشاهد المباراة شعرت أنني مغربي أيضا. وختم مبابي تصريحاته قائلا: أتمنى من قلبي أن يواصل المغرب هذا المشوار، وأن أرى أشرف حكيمي يرفع كأس إفريقيا أمام جماهيره. هذا الجيل يستحق التتويج، وهذا المنتخب قادر على الذهاب بعيدا جدا إذا استمر بهذه الروح، فالتاريخ قد يكتب هنا في المغرب. وفي تصريح مؤثر بعد نهاية المباراة، فاجأ النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الجميع، وصرح لشبكة أفريكا سبورت وهو يتحدث عن فوز المنتخب المغربي وتأهله المستحق قائلا: صحيح أن أصولي مالية وأحمل احتراما كبيرا لمنتخب مالي، لكن اليوم كنت أشجع المنتخب المغربي من قلبي. زوجتي مغربية وأم أطفالي مغربية، وهذا يجعلني أشعر أن المغرب جزء مني ومن عائلتي. اليوم أنا مغربي من أجل زوجتي وأطفالي. عشت المباراة بكل تفاصيلها، وشاهدت منتخبا يلعب بثقة، بروح عالية، وبشخصية كبيرة. الأداء المغربي كان قويا ومنظما، اللاعبون يعرفون ماذا يريدون داخل الملعب، والجمهور كان مذهلا وداعما من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. المغرب لا يلعب فقط من أجل الفوز، بل يلعب من أجل التاريخ. الحديث عن سنوات طويلة دون التتويج يجعل هذا الجيل أكثر جوعا للإنجاز. تشعر أن هناك حلما جماعيا من اللاعبين إلى الطاقم الفني إلى الجماهير. أشرف حكيمي قائد حقيقي داخل وخارج الملعب. طريقته في القتال والتحفيز وتحمل المسؤولية تلهم الجميع، ومن الجميل أن نراه يقود هذا المنتخب بثقة وشغف. وختم ديمبيلي تصريحاته قائلا: من اليوم وحتى نهاية البطولة سأدعم المغرب بكل قوة، سأدعم أشرف حكيمي، وسأدعم هذا المنتخب من أجل التتويج بكأس إفريقيا بعد انتظار طويل. ما شاهدته يؤكد أن المغرب قادر على الذهاب بعيدا وربما إلى النهاية. فيما قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريح لقناة SSC السعودية: لا أحد يستطيع الوقوف في وجه الطوفان المغربي، منتخب أثبت قوته على أرض الواقع.
شاهدتهم في مونديال قطر حيث قهروا كبار العالم، وكنت أحد الذين واجهوهم. هذا الفريق يمتلك شخصية لا تقهر وروحا قتالية عالية تجعل أي خصم يهاب مواجهته. المغرب يلعب بعقلية بطل، وكل مباراة لهم تظهر التنظيم والانضباط والموهبة الفردية والجماعية معا. وأضاف رونالدو: ربطتني علاقة طيبة بصديقي أشرف حكيمي، ورأيت مدى التلاحم بينه وبين زملائه وبين الشعب المغربي. هذا المزيج يجعل المغرب قوة لا يستهان بها. وختم رونالدو تصريحاته قائلا: من اليوم وحتى نهاية البطولة سأدعم المغرب بكل قوة، سأدعم أشرف حكيمي، وسأدعم هذا المنتخب من أجل التتويج بكأس إفريقيا بعد انتظار طويل. ما شاهدته يؤكد أن المغرب قادر على الذهاب بعيدا وربما إلى النهاية. وفي تعليق قوي ولافت، أدلى النجم الإيفواري الأسطوري ديدييه دروغبا بتصريح مطول أشاد فيه بما يقدمه المنتخب المغربي في هذه البطولة، حيث قال: ما يفعله المنتخب المغربي في كأس إفريقيا الحالية ليس مجرد نتائج أو انتصارات عابرة، بل هو مشروع كروي متكامل يعكس سنوات من العمل والتخطيط. المغرب اليوم يحصد ثمار الصبر والاستثمار في المواهب والبنية التحتية والعقلية الاحترافية. وأضاف دروغبا: عندما تشاهد المغرب يلعب تشعر أن كل لاعب يعرف دوره بدقة داخل الملعب. هناك انسجام واضح بين الخطوط وانضباط تكتيكي وروح قتالية تذكرك بالمنتخبات الكبيرة التي اعتادت المنافسة على الألقاب. الفوز على الكاميرون والتأهل إلى نصف النهائي ليس أمرا سهلا، خاصة أمام منتخب يملك تاريخا وخبرة كبيرة في البطولة. وتابع النجم الإيفواري حديثه قائلا: ما يعجبني أكثر في هذا المنتخب هو الشخصية. المغرب لا يخاف من الأسماء ولا من الضغوط، بل يلعب بثقة وهدوء وكأنه معتاد على هذه المواعيد الكبرى. الجمهور المغربي كذلك عنصر حاسم. الدعم الجماهيري يصنع الفارق ويمنح اللاعبين طاقة إضافية داخل الملعب. وختم دروغبا تصريحاته قائلا: بصراحة المغرب مرشح قوي للتتويج بكأس إفريقيا، وإذا واصل اللعب بنفس الروح والانضباط فلن يكون مفاجئا أن نرى الكأس ترفع على أرضه. ما يحدث اليوم رسالة لكل إفريقيا أن النجاح يبدأ بالرؤية والعمل الطويل، والمغرب يقدم مثالا يحتذى به في كرة القدم الإفريقية. وفي تصريح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لموقع The Athletic قال: أريد أن أعبر عن إعجابي الكبير بما يقدمه المنتخب المغربي. الفريق يلعب بعقلية قوية وروح قتالية عالية، وأظهر تنظيما رائعا داخل الملعب. وأضاف ميسي: ما يلفت الانتباه أكثر هو أجواء الملاعب والجماهير المتحمسة بشكل لا يصدق. اللعب في هذه الأجواء يمنح طاقة كبيرة ويجعل المباريات أكثر متعة وإثارة. وتابع ميسي: أتمنى أن تتواصل هذه الروح، وأتمنى أن أرى المنتخب المغربي يصل إلى النهائي وربما يتوج بكأس إفريقيا. لديهم كل المقومات لتحقيق ذلك. أما النجم البرازيلي نيمار فقال في تصريح ملهم بعد متابعته مباراة المغرب الأخيرة: أود أولا أن أحيي صديقي أشرف حكيمي. ما يقدمه المنتخب المغربي يفوق كل التوقعات. إنهم يلعبون بقوة وتنظيم وروح قتالية عالية. وفي الختام يا أصدقاء، ادعوا معي: اللهم وفق المنتخب المغربي للفوز بكأس إفريقيا، واحفظ لاعبيه، وبارك في أمهات المغرب اللواتي أنجبن أبطالا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. ديما مغرب.